السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في قرار النهاردة بخصوص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعد اللي حصل بينه وبين اللاعب المغربي محمد الشيبي. فقرار جاء قررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، إيقاف مباراتين وغرامة 20,000 جنيه. دوت طبعا بسبب صفعة القلم اللي هو اداه للشيبي في بعد المباراة بتاعت النادي الأهلي ونادي بيراميدز. فطبعا الموضوع ده يعني خد حجم أكبر من حجمه النهاردة، والصحافة كلها امبارح والنهاردة قايمة على الموضوع ده، وكأن الموضوع ده هو خلاص بقى هو العقبة الوحيدة في الكرة المصرية، والدنيا كلها وقفت عليه. يعني الناس كلها طبعا يعني أعداء النادي الأهلي كلهم عايزين إيه يعني إيقاف عقوبة، يعني مثلا إيه إيقاف موسم كامل أو 10 ماتشات 12 ماتش لحسين الشحات، وتكون غرامة أكبر من كده بكتير. يعني اللاعب المفروض إن الموضوع كان خلص امبارح، وراح واعتذر للشيبي بعد الماتش، وخلاص الشيبي قال خلاص حقك عليا، وده قال حقك عليا، والموضوع خلص وخلاص. لكن النهاردة الموضوع زاد عن حده بطريقة كبيرة، والشيبي خلاص بعد ما راح السعودية وراح عشان يعمل عمرة، فرجع تاني وقال على حسابه الشخصي ان انا مش هسيب حقي. في ايه يا ابن الحلال؟ ايه اللي حصل؟ يقول لك لا انا مش هسيب حقي. والموضوع إيه بعد ما راح عمرة، يعني المفروض انت رايح عمرة وواقف خلاص بين ايدين الله، ومفروض رايح هناك تاخد ثوابات يعني في دنيا غير الدنيا خالص. يعني المفروض يعني خلاص بقى مالكش دعوة بالكورة، ومالكش دعوة بالأحداث، ومالكش دعوة بأي حاجة. انت رايح دلوقتي بين ايدين ربنا، ورايح تاخد ثوابات كبيرة وثوابات جامدة جدا. فالمفروض حتى لو انت هناك، يعني حتى لو انت يعني عندك يعني آسف شوية أخلاق، خلاص هتسامح حسين الشحات لان انت واقف بين ايدين ربنا، والمسامح كريم. لكن الشيبي حد لعب في دماغه، اكيد حد من الاداره هو اللي ورا الموضوع ده، او اي حد هو اللي ورا الموضوع ده، لان اللاعب كان خلاص اكيد كانت يعني اعصابه هدت والكلام من ده، وقال خلاص والموضوع خلص. لكن الموضوع رجع يتجدد تاني، واداره بيراميدز هتصعد الموضوع للجنه التظلمات والكلام من ده. فالموضوع انا مش عارف، يعني شايف ان هو زاد عن حده بطريقة جامدة جدا. طب ما محمد هاني كان خد قلم من باهر المحمدي في ماتش الاهلي والاسماعيلي، ليه ما حدش طلع واتكلم في الموضوع ده؟ حتى النادي الاهلي ما طلعش ولا اتكلم، يعني لان حاجة كانت ضده. لكن النادي الاهلي من النوعية اللي هو يعني ايه ما بيحبش يثير الجدل، ولا بيحب يعمل اي حاجة، يعني كلها تعتبر حاجات بسيطة. لكن ان طبعا انتوا عارفين بقى ناس اعداء النادي الاهلي كتير، وشايفين ان حسين الشحات هو سبب من اسباب النادي الاهلي في المكاسب اليومين اللي فاتوا واليومين اللي هيجوا ان شاء الله. فهو قال لك لا احنا نحاول ان احنا ايه نزعزع كيان النادي، ونزعزع يعني ايه قوة النادي. وحسين الشحات يعني ايه من اللعيبة المؤثرة مع النادي الاهلي، فاكيد لو اتوقف او حصل له اي حاجة هيأثر على النادي الاهلي. فربنا يهدي الناس يا رب، والموضوع ده يعدي ويخلص على خير، وننتهي من الموضوع ده. فبرضه كان في حاجة تانية بخصوص النادي الأهلي. النادي الأهلي يرفض مبالغة نادي فيوتشر لبيع بوبو للنادي الأهلي. طبعا يعني النادي الأهلي لقى الموضوع مش مناسب معاه، وإن النادي فيوتشر مبالغ فيه، طالبين مبلغ جامد جدا. فالنادي الأهلي بدأ يصرف نظر عن الصفقة دي. كان في حاجة برضو تانية بخصوص النادي المصري. تقرر تغريم نادي المصري مبلغ 120,000 جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب، وبرضو وتوريد المبلغ دوت لصالح الاستاد. وبرضو إلى جانب تغريم نادي المصري 100,000 جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء نادي المصري وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة، في النهائي بتاع كأس الرابطة. ديت برضه غرامة على النادي المصري آه، بخصوص الموضوع ده. في حاجة تانية برضه بخصوص النادي الأهلي. النادي الأهلي بيقترب من ضم اللاعب رضا سليم. النادي الأهلي خد موافقة ومبدئي، يعني في عقد ابتدائي كده بين النادي الأهلي وبين اللاعب. اللاعب مضى عليه
ومضى 4 سنين، وإن شاء الله هنشوف رضا سليم هيبقى في صفوف النادي الأهلي. طبعا رضا سليم جناح أيسر، لاعب الجيش الملكي المغربي. هو لاعب طبعا ممتاز ولاعب كويس جدا، فلو جه النادي الأهلي هيبقى لاعب مؤثر مع النادي الأهلي. في برضه حاجة تانية بخصوص إمام عاشور، في فيديو النهاردة طلع ترند كده وبخصوص إمام عاشور بيغني ويتفاعل مع مع أغنية لجماهير النادي الأهلي، ويقول لك أهلاوي أنا والفخر ليا، أنا نادي القرن وحاجات زي كده. إمام عاشور طبعا بعد ما كان من كام شهر كان عمال يعيط ويقول أنا زملكاوي وأنا هرجع مش هلعب في أي نادي في مصر غير نادي الزمالك والكلام من ده. وطبعا ممكن دي شكلها كلها كانت تمثيلية من إمام عاشور على نادي الزمالك، لكن النهاردة بيطلع ويغني أغنية لجماهير النادي الأهلي، أهلاوي أنا والفخر ليا. فطبعا يعني ما عادش في أمان لأي لاعب في نادي الزمالك. الجماهير ما عادتش بتثق في أي لاعب. يقول لك شكلها كده فتوح وزيزو شكلهم في الطريق للنادي الأهلي، وخصوصا فتوح ممكن يكون في النادي الأهلي قريب يعني، مع إن فتوح يعني ماشي كده من نادي الزمالك بنفس الطريقة اللي مشى بقى إمام عاشور. فعلشان كده الناس كلها بتقولك ده كوبري وهيرجع النادي الأهلي تاني. برضو كان في حاجة بخصوص شيكابالا، كان علق على واقعة حسين الشحات والشيبي. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. أي واحد ملوش علاقة بالموضوع يدخل في الموضوع وعايز أي مشكلة وخلاص ويثير الجدل. أو شيكابالا بيقولك ده قانون ساكسونيا عشان حسين الشحات خد إيقاف مباراتين وغرامة 20,000 جنيه. طبعا شيكابالا عايز حسين الشحات طبعا يتوقف 20 سنة ولا حاجة وغرامة 250 مليون جنيه. يعني مش عارف كل اللي هو في الموضوع واللي ملوش في الموضوع داخل فيه. والموضوع بصراحة بقى يعني الموضوع بقى فيه مرض نفسي وربنا يعدي الموضوع ده على خير. ويعني في كانت باهر المحمدي ما كان قدامكم ما طلعتوش ليه واتكلمتوا عليه؟ ولا هو دايما لعيبة الأهلي هي دايما اللي لازم تطلعوا تتكلموا عليهم؟ باهر المحمدي كان يعني زق أو ضرب برضو محمد هاني في وشه، مع إن محمد هاني ما لمسوش خالص ولا عمل في أي حاجة، ولا شتمه ولا عمل أي حاجة. وباهر المحمدي زقه في وشه واداله بالقلم وكل اللي عمله محمد هاني ان هو ضحك بس كده وخلاص. محدش طلع ولا اتكلم اي في الموضوع ده خالص. خالد الغندور طلع بس يقول لك حامل حمى ومش عارف ايه ويتخل لنا في صوته كده والكلام من ده. انما دلوقتي مفيش يعني. الحمد لله على كل شيء. وبكده نوصل لحلقتنا لآخر حلقتنا النهاردة. يا ريت لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.